ينقلوها عن محمد بن نافع، يعني قصة اجتماعية. محمد بن نافع ينازل بنفس المنطقة اللي نازل بيه الشاعر الكبير الرمز ابو نواس. يقول ابو نواس مرض، اصاب المرض، بقى مريض 3 اشهر، بعدها توفى ابو نواس. بعد وفاته ب10 ايام رأيته في المنام، شفته بالرؤية، صحت عليه يا ابا نواس. يقول التفت علي قال لي لا تناديني بكنيتي. شنو ابو نواس؟ احنا بالاخرة، هي الاخرة بها ابو فلان، صيح لي باسمي. ابو نواس اسمه الحسن ابن هاني ابن عبد الاول. فصحت كيف حالك يا حسن ابن هاني؟ يقول قال انا بخير الحمد لله وقد غفر لي ربي. قلت له ابو نواس يعني انت الله غفر لك؟ قال لي. قلت له كيف؟ لانه سوالفك كلها انا اعرفها، كلها عندي، شلون الله غفر لك؟ قال غفر لي ربي لأبيات من الشعر كتبتها في مرضي قبل وفاتي، قبل لا اموت، ابيات من الشعر كتبتها وخليتها تحت الوسادة ولأجلها الله غفر لي. يقول لما صار الصبح قعدت من النوم، جيت الى داره، طرقت الباب، خرجت لي زوجته، قلت لها الوسادة اللي مات عليها ابو نواس وينها؟ قالت ذيك. يقول جيت للوسادة قلبتها، لقيت جواها الورقة كاتب بيها ابو نواس: يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم، ان كان لا يرجوك الا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم. ادعوك ربي كما امرت تضرعا، فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي اليك وسيلة الا الرجاء وجمال عفوك ثم اني مسلم.